لقد دأب الشعراء السلام عليكم على طرح مواضيع ذات علاقة مباشرة بالواقع الذي ينتمون إليه لغرض معالجتها أو التنبيه لمثيلاتها. وأنا اليوم أحاول تسليط الأضواء على موضوع أرى أنه يجب أن يناقش على أعلى المستويات، ألا وهو تفشي ظاهرة العزوبية بين شبابنا في المهجر وكثرة العوانس من جهة أخرى وفي العراق على وجه الخصوص. يا جوري يا قداح يا ورد الصبح يلشلت منه هموم، يا جوري يا قداح يا ورد الصبح يلشلت منه هموم، ايش تظن الما شبع منك عمر يكتفي بشوفك يوم؟ عنوان القصيدة حمد أبو عليوي. قبل كانت زلمنا تدلل النسوان، قبل كانت زلمنا تدلل النسوان، والحرمة صدق تلقاها نشمية، واحدهم يشد من الصبح لليل ما يعرف كآبة وقهر يومية، والتعب بس يوصل لباب الدار تزيل الهلا من تقبل عليه. أحسنت. وظن هو ابو عليوي نفسه قال كلمة عتاب ويا الزمان الخان ماضية. ايش قال ابو عليوي؟ ابو عليوي قال يمه ليش ما جبتيني بنيه واخذ رجل وتنومه سفيه، وتعالوا وياي نسمع قصة عليوي مثل ما ترويها حمده وقل من الواقع شوية. خفار عليوي يلزم كان بلكي يشوف حمده من تطلع بنية، ويظل يتمايز الطول والمبسم وخدود الحمر والكحلة الطبيعية، وظل على هالحالة البطل 6 شهور لما نروض قلبها 100%. وقعد وياها الوكيح وحلف بالعباس ما أخونك ولا أنساك ولا أقبل بغيرك المرية، وتعاهدوا والشاهد عليهم صورة الكرار وحبال المضيف الحزمة الآخر حنية، وتقاسموا فردة تمر حلواني للأفراح، والتوكيد العهد شلشيلتها بالشفية. تعال سيدنا رحمه الله والديه. خفار عليه ويلزم كان بلكي يشوف حمده من تطلع بنية، ويظل يتمايز الطول والمبسم وخدود الحمر والكحلة الطبيعية، وظل على هالحالة البقر 6 شهور لما نروض قلبها 100%. وقعد وياها الوكيح وحلف بالعباس ما أخونك ولا أنساك ولا أقبل بغيرك المرية، وتعاهدوا والشاهد عليهم صورة الكرار وحبال المضيف الحزمة الآخر حنية، وتقاسموا فردة تمر حلواني للأفراح، والتوكيد العهد شلشيلتها بالشفية. وظل على العهد وياها أحلى 2، وظلوا يلتقون بعشق يومية، ويسمعها الكلام اللي بيترد الروح، ويتغزل باسمها بشعر بولية. وسنين الحصار اللي حطمتها الناس خذت من عمر الشباب سنين منسية، وقعد يتباصر الولهان شنو الراي شنو البصر، هذا الوقت يحتاج تضحية، وصار القرار يسافر المسكين. بس شلون ما مشتوت ما مش بعد ربوية، وتحزمت حمده وقالت له عد عيناك، وسجلت وبفخر موقف فدائية، وصرفت للسفر كل مضموم للأيام، وظلت على الحصيرة بشرف مسبية، وتحملت ضيم الحصار وضيم هيك فراق، بس ما هانت ولا طلعت بهامة محنية، وظن بطلعته يدور على الفلوس، وإلا لا مهموم لا مظلوم لا تهمة سياسية. وتاليها يوم الوصل أوروبا وشاف الحياة بعينه وردية، وبظفره من شاف الطحين وصار عنده فلوس، شطب من تاريخه حمده وصادق للروسية. ولو واحد ينشد عليه وشنو صار بالإقامة حجته مرة ومرة جنسية. وحمده بكل فخر تبقى رفعة راس، حمده بكل فخر تبقى رفعة راس، هي الأصل هي الوفاء والشرف هي،
تبقى ويا الزمان شمالي واحد صيح انا اختك حمد كل الحيل بيه. احسنت. لا علم ولا يعلم الله. وحمده بكل فخر تبقى رفعة راس، هي الاصل هي الوفا والشرف، هي تبقى ويا الزمان شمالي واحد صيح انا اختك حمد كل الحيل بيه. ولو حملك ثقل والامنيته يخون يا ابن امي لا تنهضم ذب حملك عليه. وكان لسان الحال منها يقول والحسرة اللي بالقلب خلتها مخفية احنا ضمدينا عليه ولما انطاح وصرفنا الذهب ليرات تركية ومن دمنا دفعنا فلوس للتهريب وصبرنا على الظلام نشوف تالية والكل تعرف عليه ويوم صار رضع من ثدي المضيف وما رضع قوطية. العشاير والسمعة والأخلاق كل هاي السوالف سربتها العزيز وطقلة تركية. عيد ابو ياسر عيد رحمه الله. وشن لسان الحال منها يقول والحسرة اللي بالقلب خلتها مخفية احنا انضمدينا عليه ولما انطاح وصرفنا الذهب ليرات تركية ومن دمنا دفعنا فلوس للتهريب وصبرنا على الظلام نشوف تالية والكل تعرف عليه ويوم الصار رضع من تدير مضيف وما رضع قوطية. العشاير والسمعة والأخلاق كل هاي السوالف سربتها العزيز وطلة تركية. ومن شافت عمرها الراح ما ينعاد هاي حمد ومن شافت عمرها الراح ما ينعاد واحلام الصبا من تراب مبنيه ومشاعرها الرقيقه بثلج اوروبا دفنها وايست ما بعد جايه قعدت بالقريه تعلم الاولاد معاني الشرف والاخلاص واخلاق العراقيه وبالعز منحوها الاهل شهاده فخريه لانها صاحبه خبره وما درست بكليه. احسنت.